متابعينا أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج شهرزاد مصرية. معكم أنا علا سمير. كتاب تم إعداده في ربع قرن من الزمان. هنتكلم النهاردة في حلقتنا عن أعظم الحضارات اللي شهدتها البشرية، وهي الحضارة المصرية القديمة. هنتكلم عن الكتاب ده يعتبر كنز للمعرفة، ما يتقدرش بتمن، وهو موسوعة مصر القديمة. الكتاب ده العالم الآثار الكبير سليم حسن. الكتاب مش مجرد سجل لتاريخ مصر، الكتاب هو عبارة عن بوابة علشان نفهم أدق جوانب الحياة اليومية. تخيل كتاب بيتكلم عن الفراعنة بياكلوا ايه، بيشربوا ايه، بيعيشوا ازاي. هندخل النهاردة في أعماق العمل الموسوعي ده اللي أخد إعداده زي ما قلنا في الأول أكتر من ربع قرن، وهنعرف ازاي سليم حسن قدر إنه ينجح في توثيق أسرار مصر القديمة بطريقة ما حدش يقدر يوصل لها قبل كده. الكتاب تم إصداره ما بين عامين 1935 و 1961. الكتاب عبارة عن 16 جزء. الطباعة تمت على مدار سنوات كتيرة. ال 16 جزء بيغطوا تاريخ مصر القديم من أول عصور ما قبل التاريخ لحد الفتح الفارسي لمصر. من أكتر المميزات اللي ظهرت في الموسوعة هي الدقة العلمية. ليه؟ لأن سليم حسن سعى بكل جهده إنه يقدم معلومات حقيقية من خلال دلائل حقيقية اكتشفت. تاني أكتر ميزة هي إن الكتاب كان بيتميز بالأسلوب الشمولي، بمعنى إنه مش بيتكلم عن الأحداث السياسية بس، لا، ده كان بيغطي العادات اليومية في المجتمع زي الزراعة والصناعة وغيرهم. موسوعة مصر القديمة تعتبر مرجع أساسي وثابت للباحثين، ولسه لحد دلوقتي يعتبر مصدر موثوق لدراسة التاريخ الفرعوني. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. نلتقي على خير في حلقة جديدة بموضوع مختلف. كانت معكم علا سمير.